خالص عزائنا للشعب الليبي الشقيق في فاجعة دارنا. إعصار دانيال اللي خلف وراء الآلاف من القتلى ومن المفقودين، ونحتسبهم عند الله من الشهداء، وربنا يصبر قلوبكم. يعني لحد النهاردة بعد أسبوع من الفاجعة لسه أمواج البحر بتحدف العشرات بل المئات من الجثث، زي ما قال بعض الغواصين او فرق الانقاذ ان لحد دلوقتي في بيوت وفي عربيات فيها اهلها موجوده تحت الميه شهداء لسه مش عارفين يطلعوهم. فالمصيبه كبيره والفاجعه عظيمه، فربنا يصبر قلوبكم جميعا. والفاجعه موجوده في ليبيا، والعويل في مصر في قريه من الصعيد وصل 74 من ابناء القريه. في فقدت 3 من ابنائها في ليبيا، في عائلات فقدت العشرات من ابنائها. فربنا يصبركم ويصبرنا على المصيبه بتاعت ليبيا. بس يعني ما اسلج صدورنا، يعني النقطه المضيئه في وسط السواد بتاع حادث ليبيا ده، ان اول مره من 12 سنه بنشوف ليبيا موحده. اول مره بنشوف الشرق والغرب متحدين، بنشوف بنغازي وبنشوف طرابلس مع بعض، وهذا امر لو تعلمون عظيم. يعني 12 سنه بيدبحوا في بعض، اهل ليبيا بقالهم 12 سنه بيقتلوا في بعض. النهارده او اليومين دول بعد فاجعه دارنا حصل ان الشعب الليبي فزع كله من كل ارجاء ليبيا، جم علشان يقدموا الدعم وعشان يقدموا المساعده وعلشان يواسوا اهلهم اللي موجودين في مدينه درنا. وهذا امر لو تعلمون عظيم. فما اظنش ان بعد ما اتحد الشعب الليبي تاني، وبعد المقابله اللي قابلوها البعض والاحضان والبكاء اللي احنا شفناه، ازاي احنا بنقاتل بعض وبندبح بعض، وفي المصيبه دي الكل اتجمع علشان خاطر يعني يساعد وعشان خاطر يقدم الدعم. فما اظنش ان اهل ليبيا من شرقها لغربها لشمالها لجنوبها ان هم هيقتتلوا تاني. وربنا يا رب يوحد ليبيا ويوحد الشعب الليبي خلف الجيش الليبي. ودي رسالتنا للشعب الليبي، يعني يا جماعة مفيش دولة من غير جيش. دولة من غير جيش هي دولة مستباحة لأي حد في العالم. أي دولة في العالم هتطمع فيكم، ما ينفعش دولة من غير جيش. فيعني رسالتنا لأهل ليبيا اتجمعوا خلف الجيش الوطني الليبي. بس يعني ما يلقش بأحفاد عمر المختار شيخ المجاهدين ان هم يدبحوا في بعض، ما يلقش بأحفاد عمر المختار إن الناس اللي ماتت، يعني اجدادكم واهاليكم اللي ماتوا عشان وحدة تراب ليبيا، ما ينفعش انتوا تمزعوا ليبيا وتقسموها. فنتمنى السلامة لشعب ليبيا ولأهل ليبيا، وحفظ الله ليبيا شعبا وجيشا وأرضا. الحاجة التانية اللي عايزين نقولها، ودي حاجة تخصنا احنا، يعني معلش، ليبيا خيرها على القارة السمراء كلها، خير ليبيا على أفريقيا كلها. احنا في مصر ولادنا بياكلوا عيش من خير ليبيا. بس زي ما سماها برضو أهالينا في ليبيا، فزعة الجيش المصري لإنقاذ ليبيا حاجة هتتسجل. يعني على فكرة الفيديوهات اللي انتوا شفتوها واللي بتتعرض دي سجلها الشعب الليبي، أهل ليبيا هم اللي سجلوا الفيديوهات دي، وقالوا ان الجسر اللي عملته مصر، الجسر البري ده، كان طوله 45 كيلو. عربيات جايه تقدم الدعم للشعب الليبي بطول 45 كيلو. في جسر جوي انفتح ما بيننا وما بين ليبيا، وفي حامله الطائرات المسترال اتحركت عشان تقدم الدعم وتعمل كمستشفى ميداني في ليبيا. جسر جوي وجسر بحري وبري موجود من مصر لليبيا، وده اقل القليل اللي احنا نقدر نقدمه. سيبك ان احنا ظروفنا الاقتصاديه صعبه، سيبك ان هم بيقولوا ان احنا مش لاقيين ناكل، لكن احنا نقدر نقدم الدعم للشعب الليبي، وده خير الشعب الليبي وخير ارض ليبيا. وحقيقي المنظر اللي شفناه من الجيش المصري لينا الفخر كمصريين ان احنا شفنا المنظر ده، والحجم اللي راح ليبيا من معدات لعساكر لفرق انقاذ لعربيات محمله بالمؤن والامدادات والعلاج. فشيء مشرف لينا كشعب مصر، وربنا يحفظ ليبيا، ويا رب دايما نلاقي ليبيا واحدة متحدة تحت راية الجيش الوطني الليبي.